بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. خوسيه ريفيرو او ريفيرو الاسباني. خوسيه ريفيرو، قلت لك في الفيديو الماضي شكل المفاجأة هتحصل. النادي الاهلي بعد ما كان واخد الناس كلها والاعلام الرياضي كله معاه في سكة جوزيه جوميز، راح الاهلي مفاجئ الكل بمدرب اورلاندو بايرتس الحالي اللي خلاص بقى سابق، لانه خلاص انهى عقده مع فرقة اورلاندو بايرتس الجنوب افريقي. الاسباني خوسيه ريفيرو عنده 49 سنة، صغير السن. في مفاجآت مدوية بقى في الجهاز والراحلين وعماد النحاس وميشيل يانكون، مفاجآت بالجملة. واول تصريح لمدرب الاهلي الاجنبي هنقول لك كل حاجة بفضل الله. كل اللي عليك تصلي على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم اولا، ثم اللايك، اضرب اللايك، ثم الاشتراك في القناة لو حضرتك مش مشترك. المواضيع دي كلها مش هتاخد من حضرتك ثانية، فنتمنى ونأمل ونطمح في كرمك ايها المشاهد الكريم انك تعمل اللايك، مش هياخد منك ثانية، والاشتراك في القناة وتصلي على حبيبك. تعالى نبدأ في موضوعنا. بعد ما كان الاهلي خلص كل حاجة مع جوميز، وابراهيم فايق من 3 ايام قال لك حط جوميز على الشاحن بنسبة 99%، مدرب الاهلي الجديد، والاهلي كان مخلص كل حاجة مع جوميز. لكن الاهلي خد بالك خد سيف زاهر ومهيب عبد الهادي وشوبير وفايق ومشلبي، كل الاعلام الرياضي خدهم في سكة ان الاهلي مركز مع جوزيه جوميز مدرب الفتح السعودي الحالي ومدرب الزمالك السابق، انه ده هيكون هو المدير الفني الجديد للاهلي كاس العالم للانديه. لكن فجأة كابتن محمود الخطيب بنفسه اجتماعات زوم خلص خوسيه الاسباني خوسيه ريفيرو مدرب اورلاندو بايرتس صاحب ال 49 سنة، مدرب صغير في السن. عقد خوسيه ريفيرو مع الاهلي سنتين، موسمين. يعني الراجل هيبدأ شغله من 1/6 ياخد سنتين. 1/6 الراجل هيكون يعني هو كده جاي مصر خلال الساعات اللي جاية، يعني ممكن يحضر ماتش الاهلي وسيراميكا بكرة من المدرجات، لكن مش هيستلم الاهلي الا بعد انتهاء الدوري، او ممكن يستلم الاهلي فنيا. يعني الاهلي بعد ماتش سيراميكا، مش فاكر عنده ماتش البنك الاهلي تقريبا، ممكن هو اللي يقود الاهلي، او ممكن عماد النحاس ممكن هو اللي يقود ماتش الاهلي وبنك الاهلي فنيا. لكن الراجل خلاص اصبح مدير فني جديد للاهلي، خوسيه ريفيرو. رايك قوله، رايك في هذا المدرب. وطبعا مع اورلاندو بايرتس الراجل ده بيلعب بطريقه 4-2-3-1، كورته هجوميه صارم جدا، ما عندوش اسماء نجوم ولا الكلام ده كله. اللي يهمه هو نتيجة الفرقة، ان المكسب للفرقة، ما يهموش نجوم، يعني صدامي مع النجوم، صارم، ما يعرفش الهزار. معاه الطقم بتاعه، بيجي بالطقم بتاعه. يعني كده عماد النحاس ممكن يمشي، ممكن يمشي، وارد، لان الكابتن محمد يوسف مدير رياضي، ممكن هو اللي يكون مدير كورة بقى. فميشيل يانكون قد يرحل، في توقعات انه يرحل، في توقعات ان طارق سليمان مدرب حراس المرمى الاهلي السابق انه يجي في الجهاز الجديد، وفي كلام لا الراجل جاي بالطقم بتاعه كله 5 مساعدين ومنهم مدرب حراس مرمى اجنبي، هنشوف. لكن الراجل خلاص اصبح مدير فني بنسبة مش 99 بقى 100%. خوسيه ريفيرو حقق تقريبا 5 بطولات محلية مع اورلاندو بايرتس، 5 بطولات محلية مع اورلاندو بايرتس. كلنا شفنا اورلاندو بايرتس. وبعدين خد بالك الاهلي يعني
بيتفائل باي حاجه جايه من ناحيه جنوب افريقيا، سواء موسيماني بقى او واحد يقول لي يا عم ده اسباني، وكان بيدرب اورلاندو بايرتس يعني. كره هجوميه، كره حلوه على فكره، كرته حلوه جدا. فرايك، في ناس هتوافق وناس تقول لك لا فايلر افضل، ناس تقول لك جوميز كان افضل، ناس تقول لك مدرب تاني كان افضل. هو ده خلاص مدرب الاهلي. عشان انا قلت قبل كده للناس اللي كانت بتقول مورينيو، وناس قالت يورجن كلوب، وناس قالت تشافي، كل ده هبد يا جماعه. قلت لك ده كله هبد، ده كله هبد. قلت لك الاهلي رايح في سكه جوميز، وفي اسماء تانية مرشحه. كان الاهلي واخدنا كلنا في سكه جوميز. الاهلي فاجئ الكل، رقص الكل. ما هو الكابتن محمود الخطيب كان سيد من يرقص يعني في الملعب، اسطوره. فرقص الكل، وكان مخلص بقى ومظبط مع خوسيه ريفيرو المدير الفني الاسباني لاورلاندو بايرتس، اللي خلاص عنده ماتش اخير تقريبا النهارده او بكره، وبعد كده هينضم وهيجي القاهره لتوقيع العقود وكل حاجه، والراجل هيوقع لمده سنتين. بكل ما يخص المدير الفني ريفيرو او خوسيه ريفيرو، اللي طبعا اول تصريح بقى واول قرار، واستناني يا ميسي، استناني يا ميسي في كاس العالم للانديه، استناني، انتظرني، هكون كابوسك يا ميسي. تصريحات مدويه هتكون لهذا المدرب. طبعا ينتظروا مع كم النجوم اللي موجوده في الاهلي ده، يعني كان الله في عون اي مدرب هيجي الاهلي. ليه بقول كده؟ لان الاهلي اصبح فيه لعيبه، مش في فرقه واحده، فرقه واثنين وثلاثه. فكان الله في عون المدرب، اختار مين. لكن هذا المدرب شخصيته قويه، صغير في السن، 49 سنه. فهنشوف القصه هتروح فين وهتيجي منين. تظلمات في انباء وتسريبات بدات تطلع، ركز معايا في اللي جاي. في تسريبات بدات تطلع ان سيناريوهين، تظلمات هتحكم، ودي ضربه موجعه لبيراميدز. يبقى اعاده مباراه الاهلي والزمالك، يا عدم خصم نقاط من الاهلي. في الحالتين دول صدمه لبيراميدز والزمالك. القرار لسه هيخرج يوم الخميس 15 مايو، يوم الخميس القادم. لكن بدأت في تسريبات بقى لوسائل الإعلام، هنشوف يوم الخميس، خلينا ننتظر. طيب، الأهلي عمال يحصل على توقيع لعيبة. أحمد ربيع لاعب البنك الأهلي، الأهلي بيحصل على توقيعه، بيلعب في 3 مراكز هذا اللاعب. أنا مش عارف الأهلي يودي اللعيبة دي فين بصراحة. بصراحة يعني أنا ما بقيتش عارف الأهلي هيودي اللعيبة دي فين. كم اللعيبة ده كله، أحمد ربيع، جزار، سيحة، أسامة فيصل، بيتكلم على فتوح، بيتكلم على حسام عبد المجيد، بيتكلم على ابراهيم عادل. ده غير الصفقات اللي جابها، غير محمد علي بن رمضان اللي جه خلاص، اليو ديانج، حمدي فتحي، محمد شكري. هيودي اللعيبه دي كلها فين؟ انا مش عارف بصراحه. ده هيبقى مع فرقه او اتنين وتلاته. طب ما تبعتوا شويه للزمالك، ده الزمالك فرقه غلبانه يعني فرقه فيها مصطفى شلبي ودونجا والجزيري. بعتوا لهم شويه كده، سيبوا لهم شويه. فاداره الاهلي اداره ناجحه، بتلبي طموحات جمهورها، كل حاجه موجوده، كل حاجه متاحه. وده نجاح لمجلس اداره الاهلي، نجاح، بعكس الفشل اللي موجود في الزمالك. فشل يعني. طيب، فاحمد ربيع لاعب البنك الاهلي، الاهلي بيحصل على توقيعه رسمي. رايك يضيف ولا ما يضيفش؟ قول رايك. اللاعب ده بيلعب في 3 مراكز، يعني ب3 رئات كده.
مدافع خط وسط، العب يا باشا، يلعب في اي حته انت محتاجها. في لعيبه راحله من الاهلي، في لو اعدلك هيزيد عن خمس ست لعيبه راحله من النادي الاهلي. يعني رامي ربيعه قد يرحل، حمزه علاء ده اعتبره رحل، يحيى عطية الله اعتبره رحل، يا علي معلول خلاص، عمر الساعي، خالد عبد الفتاح، دي كلها اسماء راحله من النادي الاهلي. كريم ندفد، دي كلها اسماء على مسؤوليتي ماشيه من النادي الاهلي. عمرو السوليه ممكن يخرج. في اسماء راحله عن النادي الاهلي. النادي الاهلي يعني خد فيها القرار خلاص، مش لسه هياخد. قائمة الأهلي في كأس العالم للأندية هتكون قائمة مدوية، يعني قائمة اللعيبة مرعبة. يا ريفيرو، خوسيه ريفيرو، مدرسة أسبانية. عشان أذان العصر، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.